نستمع للشاعر محمد شعبان. تفضل. فين الشاعر محمد شعبان؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم جميعا وكل عام وأنتم بخير. رأيت في الشارع حمار وحصان يجران عرض عليها حديد وفي عزم أكيد، ومع أنهما حيوانان مختلفان إلا أنهما متآلفان ويسيران بجانب بعضهما البعض متآثران، ويجريان في شوارع كلها فحم في زمن مليء بالقحط لكي يصلوا بالحديد إلى مكان بعيد. وتلك عبرة للإنسان يأخذها من الحيوان، وهي أن الإنسان يجب أن يتعاون مع أخيه الإنسان رغم اختلاف الأجناس والألوان والأديان، وخاصة في زمن العواصف والزلازل والرعود كي يصلوا إلى هدفهم المنشود، وحتى تصل بهم سفينة الحياة إلى بر النجاة، كما فعلت النملة في قديم الزمان مع سيدنا سليمان عليه السلام، والسلام ختام. مصر كنانة الله في أرضه، من أرادها بسوء قسمه الله ورد كيده إلى نحره. مقطوعة شعرية من وحي أكتوبر للشاعر اليمني عبد العزيز بن المقارح. لا الليل في الضفة الأخرى لا ولا النذر، ولا الذئاب وقد أقعت على حذري، وحولها تزأر النيران والحفر. لا هذه لا ولا الدنيا بقادرة تصد جيشا دعاه الفأر والظفر. جيشا تمرد صبرا في مواقعه وكاد في الانتصار المر ينفجر، مشى ليثأر من أعدائه ونشت في رده الشمس والتاريخ والقدر. يا عابر البحر، يا عابر البحر، كان البحر منتهيا والشط عاشقة تومي وتنظر. سيناء، سيناء قلب مصر، سيناء قلب مصر، كيف تنبو من أرضها وتنفصل. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا أستاذ محمد شعبان.